جحا هو ومرته قرروا يذبحوا خروف، فطلع عليها قال لها قرايبينك كتار وانا قرايبيني كتار، اخواتي واخواتك واهلي واهلك، وبدنا نذبح الخروف وما بدنا حدا يدرى فينا. فقال لها عندي فكره، بتقومي يا مرة بتحملي حالك هلا وبتروحي على بيت اهلك، بتخلقي لك شي زعلة هيك من ولا شيء، بتنكشي لك مشكله من تحت الارض وبتخانقيهم كلهم، بتزعلي من كل هالعيله. وانا كذلك الشيء، هلا بقوم بحمل حالي على رفقاتي وقرايبيني وكل جماعتي، وبخلق لي شي كمان قصه تانية او مشكله بلا طعمه، وبزعل منهم كلياتهم وبطالع الحق عليهم. طبعا تمت المهمة بنجاح، قامت حملت حالها وزعلت من أهلها وإخواتها وقرايبينها، وهو نفس الشيء. رجعوا على هالبيت مبسوطين وسعيدين، وذبحوا الخروف وبلشوا يوم يشوا يوم يقلوا يوم يطبخوا. بعد شي 10 أيام خلاص شو هو جمال كله شقفة خروف. قعدوا حسوا بالملل، قام قال لها امشي نروح نصالح أهليتنا. حملت حالها وراحت راضتهم وقالت لهم يعني خلاص إنه سامحتكم، طبعا هي سامحتهم وهو كذلك الشيء، ورجعوا أحباب أصحاب. الفكرة لما تشوفي وحدة زعلت منك أوقات بلا سبب ومن دون سابق إنذار، وما صار بينك وبينها لا سوء تفاهم ولا مشكلة، وبس هيك أنت حايرة بأمرك إنه ليش هي زعلت أو أنا شو عملت، وحملتي نفسك الذنب وصرتي تضربي أخماس بأسداس، عرفي إنه هن اختلقوا الزعل لأنه عندهم أخبار وشي ما حابين حدا يعرفوا فيه. فما دائما نحمل نفسنا الذنب، لأنه نسبة 90% بتكون هي الزعلة مدروسة ولأسباب الله أعلم فيه. وأنا برأيي بس صار معك هالموقف، احفظي ماء وجهك واقطعي علاقتك بالشخص تماما، لا من قريب ولا من بعيد، لأنه نحن مو مزاجي.